بيتزا المحلات الاحترافية بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية. هنعرف مع بعض التكات اللي هتطلع البيتزا زي بيتزا المحلات بالظبط، وكمان التسوية بكل سهولة في فرن البوتاجاز، والتسوية مش هتاخد غير 5 دقايق. أنا لين، ويلا بينا ندخل على المقادير. أول حاجة عندي نص كوباية من المية الدافية. عايزين مية دافية ونحط عليها باكت من الخميرة أو معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر. ولازم اختبار الخميرة يا جماعة ما تستغنوش عنه خالص. كيلو بقى من الدقيق عليه معلقة صغيرة ملح، كوبايتين من المية الدافية، ونبدأ نعجن المكونات مع بعضها. هتتكون عندي عجينة طرية مش بتلزق في الايد، وبيكون ده شكلها ناعم كده. هبدأ ان انا اضيف تلت كوباية من الزيت. في الوقت ده هحس ان العجينة بدأت تقطع معايا، هنكمل عجنة ومش هنخاف ابدا. كده تمام، العجينة اتعجنت كويس معايا، شكلها كده ملزق شوية، بس دوت لاني حاطة مية دافية والعجينة سخنت قوي، فهي محتاجة ترتاح. مهم تكون عندي عجينة مطاطية بالشكل ده، ومحتاجينها لينة شوية. شايفين بقى معايا كده العجينة بتمط ازاي؟ هغطيها كويس واحطها في مكان دافي لحد ما تختمر. في الوقت دوت هنبدأ ان احنا نجهز الصلصة. هنجهز صلصة سريعة 3 معالق كبار من الصلصة الجاهزة بتاعت البرطمانات، عليها شوية مية، عليها ملح وفلفل اسود، كمون وزعتر. ده القوام بتاعها. نركنها على جنب، وعلى اي حاجة عندنا هنرش رشة خفيفة خالص من الدقيق. شايفين بقى العجينة بعد ما اختمرت عاملة خيوط عنكبوتية ازاي؟ ده دليل على نجاحها نجاح 100%. هنزل العجينة كده بقى، وهبدأ ان انا اجمعها، وانا مش عايزة اطلع منها الهواء، انا عايزة اسيبها بالهواء بتاعها، وهبدأ ان انا اقطعها. كيلو دقيق يا جماعة بيعمل معايا 6 بيتزات مقاس من متوسط، لو احنا مفردناهاش قوي زي ما هنشوف مع بعض، لمقاس اللي هو الاكس لارج كبير. قسمت الكرات بالشكل ده كده، كرات متساوية، وهبدأ ان انا اغطيها. لازم نغطيها كويس وما نطلعش الهواء منها، يعني احنا مش هنحتاج نعجنها بعد ما خمرناهم. هركنهم بقى على جنب، وهبدأ ان انا اخد اول كرة. شايفين فقاعات الهواء اللي جواها على اي حاجة بتدخل الفرن. انا عندي ورق الزبدة دوت بيدخل الفرن وبيستخدم كذا مرة يعني. فهبدأ ان انا افرد العجينة نص فردة، ما نفردهاش قوي علشان ما نطلعش الهواء من جواها، وبعدين نريحها شوية ونرجع نفردها تاني. ممكن نفردها بس بايدينا، وممكن نبدأ ان احنا نفردها بالنشابة. لو عايزينها فيها بابلز كده من جوه ومش عايزين حجمها كبير قوي وعايزينها سميكة شوية، هنفردها بس بايدينا. لو عايزينها واسعة بقى كده ورفيعة قوي، هنفردها بالنشابة. انا ما بحبش اعمل لها طرف او حرف من بره علشان خاطر ما نرميش اي حاجة من العجينة. فهبدأ ان انا اوزع بقى الصلصة بالشكل ده كده، واي توبينج نحبه. انا النهاردة استخدمت تونة وزيتون وفلفل. وتركة مهمة جدا ان الجبنة لازم تكون فكة تماما، جبنة الموتزاريلا لازم تكون فكة تماما وبدرجة حرارة المطبخ، مش بكمية الجبن قد ما بجودة الجبن. ونيجي بقى لتركات التسوية اللي هتطلع معاكم بيتزا احترافية. هكون مشغلة الفرن قبلها بمدة كافية، على الأقل نص ساعة، وحاطة فيه صاج كبير مقلوب على وشه على أرضية الفرن. عايزين الفرن سخن جدا والصاج ده كمان سخن جدا. هندخل البيتزا مجرد ما هتاخد لون من تحت، ممكن نشغل لها الشواية لو ما خدتش لون من فوق، هتطلع معانا بالجمال ده. وخدوا بالكم كويس قوي منها لانها ما بتاخدش وقت خالص. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد على خير.